الصين كدرس قانون كيمنع لي زانفلونسور انهم يدووا في واحد الموضوع معين الا ما كانش عندهم الكفاءات والخبرات الكافيه. مزيان انك تفرج مثلا في الناس اللي كيدويو على مواضيع وكيدعموا هذوك المواضيع بادله علميه، لكن انت عندك ملكه التحليل وانت خاصك تاخذ قرارك الشخصي، حيت ماشي غير عطى واحد دليل علمي او عطى واحد دراسه علميه فراه صافي عنده الحق 100%. حاول دائما تقرا هذوك المقالات اللي كيعطيك هذاك الشخص في ذاك الريل او في ذاك الفيديو، حيت اختلاف في القراءات كيقدر يعطي اختلاف في الاستنتاجات. لازم انك تاكد من ان المعطيات اللي كاينين في هذيك الدراسه كيواكبوا اولا كيساويو هذاك النتيجه او هذاك الاستنتاج اللي خارج به هذاك الشخص من هذاك الريل. بطبيعه الحال ما تاخذ حتى شي قرار حتى يكون عندك عده معطيات كافيه اللي يخليوك تاخذ قرار معين، بمعنى انك ما تكونش معتمد غير على دراسه واحده او لا مقاله واحده، ولكن تجمع عده معطيات اللي يخليوك تخرج بواحد الاستنتاج اللي واضح. وبطبيعه الحال الا بغيتي ممكن تدخل لقناه يوتيوب ديالي اللي داير فيها فيديو كنشرح فيه كيفاش تقرا دراسه معينه مبدئيا.